ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اعتقد كلنا اجتمعنا على حب البطاطس، كلنا بنحبها جدا، بس علشان سعراتها الكتير مش بنعرف ناكلها كل يوم. هشارك النهاردة ان شاء الله معاكم 3 طرق نقدر ناكل بيها البطاطس من غير قلي في الزيت ومن غير سعرات كتير. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي فولو ولايك، ويلا على طول نبدأ مع بعض. كأهم نصيحة، نوع البطاطس تكون بطاطس خاصة بالتحمير. وبعدين هبدأ اقطع البطاطس شيبسي بالقطاعة دي. لو عندنا قطعة الشيبسي اللي هي الماندولين هتكون كويسة جدا، هتدينا قوام بيرفكت للشيبسي، مش رفيع قوي ومش تخين قوي، هيدينا قرمشة مظبوطة. قطعت البطاطس بتاعتي وبعدين هنقعها في ميه 10 دقايق كده عشان تنزل النشا الزياده بتاعها. دي ميه مفيهاش اي حاجه يعني، هنقعها 10 دقايق بس. وبعد 10 دقايق كده هبدا اخرج الشيبسي بتاعي وانشفه كويس جدا من الميه. هحطه كده بين مناديل مطبخ ونشفه، او ممكن ننشفه على فوطة مطبخ المتوفر عندنا عادي. وبعدين بعد ما جففته كويس من الميه هجيب طبق امن ان هو يدخل مايكرويف، هحط عليه ورقه من الورق الزبده، وبعدين هحط مسحه من زيت زيتون. لو مش عندنا زيت زيتون ممكن نستخدم زيت نباتي، بس يعني زيت زيتون يعني صحي اكتر. همسح ورق الزبده بمسحه بسيطه كده من زيت الزيتون بالفرشه، وبعدين هبدا احط البطاطس بتاعتي، وبعدين همسح البطاطس برضو مسحه من الزيت كده على الوش، مسحه بسيطه قوي يعني. هخلص كل البطاطس وبعدين نيجي للتسويه. ممكن نسوي البطاطس بطريقتين، في الفرن او في الميكرويف. هشارك معاكم اول طريقه في الميكرويف. هدخلها الميكرويف 4 دقايق على كل جنب، يعني المجموع 8 دقايق. بعد 4 دقايق كده طلعت البطاطس بتاعتي وقلبتها. هبدأ ان انا اقلبها كده على الجنب التاني، ودي خطوة مهمة يعني عشان البطاطس تقرمش كلها بنفس المقدار يعني. وبعدين هرجعها الميكرويف تاني 4 دقايق كمان. وده شكلها كده بعد ما طلع من الميكرويف. لونها فاتح جدا جدا، مقرمشة قوي، ما شاء الله ما فيش واحدة فيها مش مقرمشة. طريقة الميكرويف بجد بحبها جدا، بتبقى البطاطس فاتحة جدا وفي نفس الوقت مقرمشة، فما بيبقاش فيها اي طعم مرارة. وبعدين هبدأ احط توابل البطاطس. ده خليط توابل بطاطس جاهز، لو مش موجود هكتب لكم خليط توابل في الكابشن او في اول كومنت. وبس دي كده اول طريقة معانا. شوفوا كده ما شاء الله البطاطس كريسبي ومقرمشة جدا ازاي. ممكن ناكلها كده جنب اي صوص رانش او كاتشب، او ممكن ناكلها كده لوحدها. ممكن في وجبة غدا يعني عاملين مكرونة او عاملين اي حاجة نعملها كده كطبق جانبي. ومن الحاجات المهمة جدا في نجاح الوصفة دي تقطيع البطاطس، حجم البطاطس نفسه. قطعة الشيبسي هتدينا قوام بيرفكت. لو مش عندنا وهنستخدم سكينة ياريت نخلي القوام متوسط. تاني طريقة معانا ان احنا نحط البطاطس الشيبسي بتاعتنا في الفرن. جبت صينية بتدخل الفرن، مسحتها مسحة من زيت زيتون، وبدأت احط بطاطس الشيبسي بتاعتي. البطاطس الشيبسي برضو انا نقعتها في مية عادي ونشفتها زي طريقة الميكرويف بالظبط. وبعدين هدخلها فرن متسخن لدرجة حرارة 180. هتاخد تقريبا تلت ساعة كده، او احنا هنشوفها بالنظر هنلاقيها قرمشت واخدت اللون ده. وياريت الصينية تكون مش بتلزق عشان البطاطس يعني تطلع معانا بسهولة. ما شاء الله النتيجة برضو عجبتني جدا جدا. البطاطس كلها مقرمشة، بس علشان تقرمش لازم تاخد لون اغمق شوية. لو طلعناها واللون فاتح كده هتبقى طرية ومش مقرمشة، فلازم تاخد اللون ده. تعالوا كده نقارن نتيجة الميكرويف بنتيجة الفرن. الشيبسي اللي احنا عملناه في الفرن لونه اغمق شوية، في القرمشة قريبين جدا جدا من بعض، تقريبا نفس القرمشة. هحط عليها برضو خليط من توابل البطاطس، والتوابل دي هي اللي هتدي البطاطس بتاعتي الطعم الحلو يعني، عشان كمان مش مقليه في الزيت وكده، فنهتم كده بتوابل البطاطس. تعالوا نشوف كده القرمشة بتاعتها، ما شاء الله مقرمشة جدا جدا برضو. الاتنين عجبوني، اللي في الميكرويف والفرن، بس بصراحة اللي في الميكرويف يعني كان لونها افتح، واللون الفاتح ده بيخليها طعمها احلى شوية. بس كنتيجة بصراحة الاتنين تحفة، سواء عملناها في الفرن او في الميكرويف الاتنين نتيجتهم حلوة وقرمشتهم قوية جدا وطعمهم برضو حلو. تعالوا نشوف اخر طريقة معانا. دي للناس اللي بتحب البطاطس الكريمية من جوه كده ومن بره واخدة طبقة قرمشة خفيفة. هقطع بطاطس بالطول كأني هحمرها بالظبط عادي خالص، وهنقعها برضو في مية 10 دقايق تنزل كده النشا الزيادة اللي فيها. وهجففها برضو في مناديل مطبخ، هجففها كويس جدا. وبعدين هجيب طبق آمن ان هو يدخل الميكرويف، هدخلها الميكرويف 4 دقايق تبقى طرية شوية. اللي مش عنده مايكرويف يسلقها نص سلقة في حلة على النار فيها مية بتغلي كده، يحط فيها البطاطس يدوب بس تبقى ندخل فيها الشوكة كده تبقى طرية. اخدت معايا في الميكرويف تقريبا 4 دقايق. ولو بنعملها في حلة على النار نتابع السوا بتاعها كده، اول ما تطرى شوية صغيرين نطلعها على طول، ما نسيبهاش لحد ما تتسلق سلق كامل. وبعدين هجيب صينية همسحها مسحة من زيت زيتون،
وممكن نستخدم اي زيت نباتي نفضله. هحط فيها البطاطس بتاعتي، وبعدين هحط توابل البطاطس، نتوسط كده بتوابل البطاطس، نحط كمية كبيرة، وبعدين هقلب التوابل كده مع البطاطس كويس لحد ما كل بطاطسايه تبقى متغطية بالتوابل كويس جدا. هدخلها فرن متسخن درجة حرارة 180، تاخد تقريبا من 20 ل25 دقيقة. او احنا هنبدأ نشم ريحة التوابل الجميلة دي كده في الفرن، وهنبص عليها ان هنلاقيها اخدت طبقة كريسبي خفيفة جدا من بره، ومن جوه طرية وكريمية. خلاص نطلعها على طول. الطريقة دي على الرغم ان البطاطس مش مقرمشة قوي الا ان طعمها فعلا تحفة، يعني طعمها فعلا رائع. الناس اللي مش بتحب الحاجة مقرمشة قوي يعني وبتحب البطاطس ليها طعم كده، الطريقة دي هتعجبكم جدا. كمان طعمها جميل وتوابلها جميلة. ودي كده كانت 3 طرق اللي احنا عملناهم للبطاطس. اكيد فيهم طريقة كده عجبتكم وهتجربوها. لو جربتوا اي طريقة منهم ببقى مبسوطة قوي لما بتعرفوني في الكومنتس. ولو عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة ياريت تعملوا لي فولو وشير، وقولوا لي كده حابين تشوفوا ايه الفترة الجاية وصفات ممكن كده نشاركها مع بعض. ولو اول مرة تشوفوني انا هدى، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة قريب. يلا مع السلامة.